السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا حلوه ديال 3 طبقات اللي بيضه وحده. حلوه اللي كتجي ساهله ولذيذه واقتصاديه. عندنا هنا في مول كنحطوا بيضه، كنديروا معاها كاس ديال سنيده اولا 7 المعالق اللي بغى العبار بالمعلقه، 7 المعالق ديال السكر. هاد حلوه ما فيهاش بزاف المقادير وكتجي ساهله وبنينه، ما كتاخذش منا حتى بزاف ديال الوقت. هنا عندنا 7 المعالق ديال السكر، كنخلطو مزيان حتى كيتجانس لنا البيض والسكر مزيان، ونزيدو عليهم هنايا 5 المعالق ديال الزيت. كنزيدو نعاودو نخلطو حتى كتجانس لنا الزيت والسكر والبيض. نزيدو دابا ساشيه ديال الكاكاو 7 غرام، كنبقاو نخلطو الخليط مزيان حتى كنحسو بديك السنيده بدات كتذوب. من بعد كنزيدو هنا الطحين، ما نقووش الطحين حيت الكاكاو كيخلي لنا العجينه تكون عاقده. نبقاو نزيدو غير بشويه بشويه وحنا كنخلطو وكنشوفو. داك الكاكاو اللي درنا تيخلي العجينه تجينا قاصحه. من بعد غنزيدو الحليب باش تطلق لنا العجينه. هنا عندنا نص كاس ديال الحليب، داك الكاس ديال الحليب تيخلي العجينه تطلق لينا شويه حيت الكاكاو عقدها لينا بزاف. هنا باقي غنزيدو الطحين، الطحين على حسب الطحين اللي عندك، واش كيشرب واش ما كيشربش. المهم انت غتبقاي تزيدي حتى توصلي للقوام اللي غادي نشوفو في الاخر. صافي هنايا انا زدت الطحين. هنا غادي نشوفو القوام اللي وصلنا ليه، ما خصهاش تكون جاريه بزاف. نزيدو ساشيه ديال الخميره غير وحده حيت ما بغيناهاش تنفخ، حيت غنديرو فوقها طبقات اخرين ما بغيناهاش تنفخ، غير خميره وحده كافيه. وهنا واحد المعلقه ديال الخل مع الخميره باش انه كيخلي لنا الكيكه كتجي رطبه وكيعاون حتى الخميره باش انها تفاعل. صافي هنايا الخليط ديالنا تيكون واجد. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. صافي هنا غندوزو ندهنوا المول اللي غندخلوه للفران، غندهنوه بالزبده والطحين. من الاحسن هاد الطريقه ديروها في الاول باش ودخلوه للثلاجه. دهنوه بالزبده والطحين ودخلوه للثلاجه باش ديك الزبده كتبقى شاده راسها معنا الا كان الحال سخون. اذا كان الحال برد ماشي مشكل، ملي يكون الحال سخون الزبده باش ما تذوبش لنا في المول ندهنوا المول ونديروا ليه الطحين وندخلوه للثلاجه حتى يبرد على ما نصاوبوا حنايا الخليط ديال الكيكه. هنا كندير واحد المعلقه ديال الطحين ونسرحها في المول مزيان. صافي دابا غندوزو نخويو الخليط ونبعدو يدينا شويه باش ان ديك كيدخل مع الهواء وتجينا شويه مفشفشه. صافي هنا من بعد ما خويناها غندخلوها للفران
على 160 165 حتى 170 درجة. الفران يكون سخون قبل لمدة ديال 30 دقيقة صافي. ما نخليوهاش بزاف في الفران باش ما يشربهاش لنا الفران تجي يابسة. هنا من بعد ما طابت لينا الكيكه كنتقبوها بواحد الفرشيط وكنسقيوها بالحليب. انا سقيتها بالحليب، واللي كيبغي المذاق ديال القهوه يدير نيسكافي في الماء ويسقيها، حيت حنا غنديروا المذاق ديال الشوكولات في الكريمه، والطبقه الاخرى غنديروا المذاق ديال الشوكولات. اللي كيبغي القهوه يدير نيسكافي. انا هنا سقيتها بالحليب، سقيوها مزيان باش تجينا رطبه الكيكه. انا كنسقي وانا كنثقب فيها باش يدخل مع داك الحليب وتشرب لينا مزيان. ومن الاحسن اذا كانت الكيكه سخونه يكون الحليب بارد، او الا كانت الكيكه بارده يكون الحليب سخون باش تشرب. ما يكونوش بجوج باردين ما غتشربوش لينا الكيكه. صافي غنبقى هكا كنسقي فيها حتى نسقيها كامله بداك نسقيس الحليب كامل. دابا غندوزو نحضروا الطبقه الاولى ديال الكريمه. هنا عندنا كاس ونص ديال الكريمه، اي كريمه بغيتو، اي كريمه سائله. الا كانت حلوه ما ديروش السكر، والا ما كانتش فيها السكر، الا كنتو استعملتو شي وحده ما فيها السكر ديروش السكر. هنا عندنا كاس ونص ديال الكريمه، كنطربوها مزيان حتى كتبدا كطلع ديك الكريمه شويه. هنا كنزيدو مع معلقه ديال الشوكولات، باقي ما طلعتش لنا الكريمه مزيان. معلقه ديال الشوكولات، ونزيدو نطربوها حتى دابا تطلع الكريمه مزيان. صافي بارك الله، الكريمه غير هكذا. دابا غنجيو نخويوها فوق ديك الطبقه ديال الكيكه. غنسرحوها مزيان تتولي عندنا واحد الطبقه اللي غليظه شويه من الكريمه، تكونش طبقه رقيقه، تكون طبقه شويه اللي تكون باينه. نحاولوا نصاوبوا لها وجهها. صافي دابا غندوزو نحطوها في الثلاجه لمده ديال 3 سوايع 4 سوايع حتى نحسوا بديك الكريمه شدات راسها مزيان. هنا غندوزو نصاوبوا الطبقه الثالثه. غنديروا هنايا كاس ديال الكريمه، وغنديروا هنا الشوكولات اي نوعيه عندكم، غير تكون مزيانه كتذوب وما كتحجرش، ماشي داك الشوكولات اللي كيذوب كيولي محجر. شي نوعيه اللي تكون مزيانه، من الاحسن قاله. هنايا غندوزو نخو الشوكولات على ديك الطبقه من بعد ما بردات لينا. غير انا المشكل اللي درت هنايا هو انني خويت الشوكولات سخون شويه على الكريمه، ما بردش ليا مزيان، بدات تذوب ليا الكريمه. هنايا كنخليوه حتى يبرد مزيان، ديك الطبقه ديال الشوكولات تبرد مزيان باش انها ما تضيعش لينا الكريمه. كنديروا واحد المعلقه باش انها ما كتحفرش لينا البلاصه ديال الكريمه. غير هي نتوما خليو الشوكولات يبرد مزيان عاد خوفوا فوق الكريمه. انا هذاك هو الغلط اللي درت، ودابت لي الكريمه شويه. خويت الشوكولات سخون والكريمه كانت بارده. هنا من بعد ما كتوجد كتجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوها.
هي كتجي رطبة وما كتاخدش منا بزاف ديال المقادير، وحتى الوقت ماشي بزاف، يعني غير الوقت اللي كتاخد اللي كتبقى في الثلاجة. من بعد ما كنديرو ديك الطبقة الثالثة غنخليوها من الأحسن تبات في الثلاجة باش داك الشكلاط يشد راسو، والكريمة حتى هي كتزيد تعقد، والكيكة اللي لتحت كتزيد ترطب، كتشرب لنا الكريمة كتكون رطبة صافي. هنايا من بعد ما كتوجد راه كتجي لذيذة، والكريمة مع الشكلاط كتجي زوينة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وبالصحة والراحة.